لا بص بقى، سواء بتشجع مانشستر ما بتشجعش مانشستر، بتحب الدوري الانجليزي ما بتتفرجش عليه اصلا، بتحب اي دوريات تانية، اي حد ليه في كرة القدم او ملوش في كرة القدم، اموريم لازم يكمل في مانشستر يونايتد، ما فيهاش كلام. بصوا يا جماعه، بكل بساطه زي ما قلت لكم في الانترو كده، هو لازم الراجل ده يكمل بجد، مش هينفع تمشي مدرب تاني، لانك بكل بساطه جربت الحل ده مليون مره قبل كده وما نفعش، واثبت لك فشله بشكل كبير جدا. واضح جدا ان المشكله مش في المدرب، وبالذات الموسم ده حصلت حاجه تثبت لك قد ايه ان المشكله مش في المدرب ولا في تكتيك ولا في اي حاجه غير اللعيبه نفسها. اللعيبه نفسها لازم تسترجل. انا كنت دايما بتكلم ان في مشكله كبيره جدا في الاداره، ولكن بصراحه من ساعه ما الاداره الجديده دي جت على راسهم عمر براده او براده، مش فاكر بيتقال اسمه ازاي يعني، بس ما علينا، وانا شايف ان هم ماشيين في الطريق الصحيح. يعني انا مش شايف ان هم حتى اللعيبه اللي بيروحوا يشتروها بس لمجرد ان هم يرضوا المدرب وخلاص، اللعيبه اللي انت عايزها هنروح نجيبها لك، او اللعيبه اللي انت مش عايزها هنبيعها. لا، هم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعملوا المفيد للنادي. صفقه امبويمو وكونيا وسيسكو، 3 صفقات اي مدرب ماسك النادي كان هيبقى عايز الصفقات دي. امبويمو وكونيا لعيبه عندهم اكسبيرينس او خبره كبيره جدا في البريمير ليج واثبتوا نفسهم في مراحل كتيره جدا. سيسكو لعيب صغير واعد، كان في كذا نادي غير مانشستر يونايتد عايزينه برضه، منهم ارسنال قبل ما يخلصوا مع جوكريس، ونيوكاسل نفسهم قبل ما مانشستر يونايتد يدخل في الصفقه. فهي كلها صفقات، مش بس مانشستر يونايتد الوحيد اللي اتجنن وراح عملها، بعكس مثلا صفقه كاسيميرو من كام سنه لما مانشستر يونايتد الوحيد في الكوكب اللي رضي ان هو يدفع 70 مليون ولا 80 مليون فيه. فانا شايف ان النادي ماشي بشكل كويس جدا. الناس كلها بتتكلم دلوقتي ان الفاسيلتيز اللي جوه النادي بتتحسن بشكل كبير، ودي كانت نقطه اتعمل عليها ميمز ونكت كتيره جدا الفتره اللي فاتت دي، ولكن دي كمان عماله تتحسن. اموريم نفسه كمدرب، الكل كان شايف من ايام سبورتنج لشبونه ان هو مدرب واعد ومدرب كويس جدا ومدرب بيطور جدا من افكار كره القدم. فاذا لما تيجي تخسر مع كامل احترامي او تتعادل 2-2 وبعد كده تخسر من البنالتيات من فرقه اسمها جريمسي بتلعب في الدرجه الرابعه، فما تقوليش تكتيك، ما تقوليش مع كامل احترامي ان انت نازل تلاعب فرقه في الدرجه الرابعه شايل هم انت هتلعب 3-4-3 ولا 3-4-2-1 ولا 4-3-3 والجو ده. ما تقنعنيش، ما تقنعنيش ان سيسكو جاي مش متعود على الدوري، ما عملش بري سيزون محترم قوي كل الكلام ده، ولكن ده هيعطله يعني ان هو يلعب ماتش حلو في الكاس قدام فرقه في الدرجه الرابعه. انت لو جيت تتكلم معايا اصل 4-3-3 كانت احسن من 3-4-3 في ماتش قدام ارسنال في الاولاني في الدوري، والله احنا لعبنا ماتش حلو، بس اللي كان هيفرق معانا لو كان الخطه اتبدلت كنت اقول لك تعالى نتكلم تعالى نتناقش. لكن اكتر حاجه تثبت لك ان المشكله مش مشكله تكتيك، واموريم نفسه قال الكلام ده، هو ان انت قدام فرقه زي دي مش محتاج تلعب بتكتكس اصلا. انت متفوق على النادي اللي انت بتلعب قدامه في كل شيء، سواء قدرات ابيليتيز نفسها او نفسيا ومعنويا. بتلاعب فرقه في الدرجه الرابعه، اللعيبه دي اساسا عايزه تسيب الكوره وتتصور معاك، فاللي بيحصل ده يثبت لك ان في مشكله في اللعيبه نفسها. واول مره حصل الكلام ده ان تحس ان اللعيبه ايه ده اللعيبه لسه كسبانه دوري السنه اللي فاتت، فجاه اللعيبه دلوقتي ما بتاديش. كان مع ديفيد مويس على طول بعد ما مسك بعد اليكس فيرجسون، واللي اتقال ساعتها فكره ان حتى لو لعيبه مش بتادي، حتى لو لعيبه على اللعيبه، بس ما هو المدرب برضه هو اللي بيأثر، ما هو برضه هم لو مش محترمين المدرب لازم نغير المدرب. الكلام ده ساعتها كان تمام لان برضه في وجهه نظر الصراحه، ولكن لما اللعيبه ما تحترمش ديفيد مويس فتقرر انت تمشيه، بعد كده تجيب فان خال في الاول كله يمشي تمام، ولكن بعد كده مع الوقت تلاقي ان الدنيا مش ماشيه فتمشيه، تجيب مورينيو نفس الكلام، تجيب سولشاير نفس الكلام اكتر واكتر، في الاول اسطوره النادي وبنحبه وبنلعب عشانه ونثبت نفسنا وكل الكلام ده، ومع الوقت المستوى يتدهور. بعد كده تجيب تنهاج، ودلوقتي معاك اموريم. ما هو انت لو كل مره اللعيبه مش هترضى عن المدرب بعد فتره او اول ما يجي او ايا كان، يبقى اللعيبه عندها باور المفروض ما تبقاش عندها، يبقى المشكله تاني في اللعيبه. فانت لازم تبعت مسج قويه جدا، انتوا كلكم تمشوا قبل ما الراجل ده يمشي، حتى لو انت بتكذب، حتى لو انت عارف ان ده مش هيحصل، بس لازم المسج تتبعت للعيبه كلها عشان تبدا ان هي تنفذ الراجل ده بيقول ايه، او ان هي تبدا تحترمه اكتر. انا مش بقول ان هو ما بيحترموش، انا عارف ان هو بيحترموه، بس انا بقول لك لو انا هتكلم مع حد بيفترض ان اللعيبه مش بتحترم الراجل ده او مش بتلعب عشانه او مش ما عندهاش الحافز الكافي عشانه، فبكل بساطه يا معلم انت بتلعب في مانشستر يونايتد، انت بتلعب في اكبر نادي في انجلترا، او يعني تاني اكبر نادي في انجلترا حسب انت لو بتشجع ليفربول ولا لا، يعني ايا كان، بس بكل تاكيد ليفربول ومانشستر يونايتد هم اكبر فرقتين تاريخيا في البلد يعني. فتمام، احنا اتكلمنا اول جزء اتكلمنا على فكره ان اموريم لازم يكمل، ومعنويا ونفسيا لازم تبعت رساله قويه جدا للجماهير وللعيبه ان الراجل ده مكمل معانا، والراجل ده احنا واثقين فيه، واحنا بنحاول ان احنا
بنشتغل مع بعض، مش هقول لك بنعمل له كل اللي هو عايزه، بس بنشتغل مع بعض على ان احنا نطور المستقبل بتاع النادي. تعال بقى نتكلم في شويه تاكتكس. طيب انا جبت لك البورد عشان اشرح لك بشكل افضل. دي التشكيله اللي على الورق المفروض مانشستر يونايتد بيبدا بيها الماتشات اللي الناس كلها تقريبا دلوقتي بقى عندها مشكله معاها: 3 4 2 1. بس انا عندي وجهه نظر عايز اتكلم فيها شويه. انا مقتنع ان التشكيله دي ممكن تنفع، انا مش بقول ان هي الوحيده اللي تنفع، في مليون طريقه ممكن تلعب بيها، بس انا مش شايف ان في اي حاجه غلط في التشكيله دي، او هشرح لكم بشكل تفصيلي اكتر كمان شويه. ومش بس كده، انا مقتنع ان التشكيله دي فيها مكان لبرونو. يعني انا بقيت واخد بالي ان ناس كتيره جدا مش حابه موضوع 3 4 3 ده اصلا، او 3 4 2 1، واللي حاببها مقتنع ان هي تمام وتنفع، بس برونو ملوش مكان. انا بقى مش شايف كده خالص، بالرغم من ان احنا على الورق دي التشكيله، ولكن اول ما بيبقى الكوره مع الحارس بيحصل حاجه صغيره جدا. اللي بيبقوا فاتحين عرض الملعب، لان انت دايما لازم يبقى عندك عمق في نص الملعب، بحيث ان انت يبقى عندك لعيبه تقدر ان هي تحارب على الكره الثانيه. في نفس الوقت لازم تكون عامل ستريتش للملعب، يبقى فيه لعيبه على الوينجين عشان الفرقه اللي قدامك برده ما تبقاش عارفه تتمركز في النص، ولا تفتح برده على الجنبين عشان تمسك اللعيبه اللي على الاطراف ولا لا. فمين اللعيبه اللي على الاطراف؟ الباك الشمال دورجو، والباك اليمين دالوت، او لو هتلعب مثلا اماد ديالو ناحيه اليمين وهتخلي دالوت هو اللي ناحيه الشمال برده، بس المهم ايه، دول اللي بيبقوا فاتحين ارض الملعب. عندك انت هنا 3 سنتر باكس المفروض: لوك شو، دي ليخت، وليني يورو. الحقيقه بقى ان دي ليخت بيقدم قدام شويه، بيطلع في نص الملعب، بيطلع جنب مين؟ جنب كاسيميرو. سيب ده برونو ده هنا، هنسيبه كمان شويه نتكلم عنه. فيبقى كده الاثنين اللي في نص الملعب عندك دي ليخت اللي طلع من السنتر باكس بقى هو في نص الملعب، وجنبه كاسيميرو. وبرونو ده بقى عمال يتحرك براحته، سواء يمين على ناحيه الشمال ناحيه اليمين ايا كان. بس تعال نقول دلوقتي يعني واحنا بنتناقش كده ان هو هيفضل في النص. فانت بشكل ما لو انت معاك الكوره، تعال نحسب برضو الحارس موجود يعني، فانت عندك 3 4 3 1. ليه التشكيله دي تنفع؟ ليه ده بيبقى مهم جدا؟ لان انت اولا عندك ليني يورو ولوك شو، الاثنين عندهم فكره الباس بتطلع من رجلهم بشكل حلو. يعني مثلا لوك شو لو انت حد جاي يضغط عليه، لو ديليخت فتح له هنا، او مثلا في الحاله دي مثلا برونو هو اللي فتح له، يقدر يعمل باس ما بين الخطوط تخلي الكره تروح لبرونو او تروح لديليخت او تروح لكاسيميرو ايا كان. نفس الكلام بالظبط يتقال على ليني يورو. فالاثنين دول كده احنا متفقين عليهم ينفعوا يلعبوا في مراكزهم دول، اللي فاتحين على الوينجين سواء دالوت، اماد ديالو، دورجو، كل الكلام دول اساسا فول باكس، او اماد ديالو مثلا هو اساسا وينجر بس يقدر يلعب في المكان ده وبرده تمام. عندك مثلا هنا لو ده سيسكو او ماونت، بس احنا طبعا بنفضل سيسكو برده لو هو موجود. كونيا، امبويمو، برده لعيبه كلها عندها خبرات وكويسه جدا في اماكنها، كله تمام. اذا المشكله الحقيقيه في النادي حاليا في التشكيله دي هو برونو، كاسيميرو، وديليخت. مين الاثنين اللي انا في السيستم ده احب ان انا اغيرهم؟ ديليخت نوعا ما، وكاسيميرو اكيد. كاسيميرو ان هو يتبدل، انا شايف ان هي امرها سهل الصراحه، زي ما الناس كلها بتتكلم، بدل ما كاسيميرو يلعب هنا لعب هنا ماينو. لعيب لو استلم الكوره تحت ضغط، يعني مثلا هنا لوك شو ضرب خط مثلا بيضغط عليه بخط الهجوم ضربه، ولعب الكوره هنا لماينو، بس ماينو مضغوط عليه بقى من خط الوسط بتاع الفريق اللي قدامه، يقدر ان هو يستلم وهو ظهره للمرمى، يقدر ان هو يجري بالكوره، يقدر ان هو يغير اتجاهاته، كل الكلام ده. لعيب كويس جدا 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 بالكوره، طبعا صغير في السن، طبعا محتاج يطور من نفسه، طبعا محتاج ان هو يجتهد، بس امرها سهل، على الاقل عنده البيسكس، عنده الفاونديشن زي ما بيقولوا. طيب نيجي بقى للمشكله الثانيه، ديليخت. مشكلتي مع ديليخت هنا هو انه على عكس ماينو ما بيعرفش يستلم الكوره. يعني تعالى مثلا تخيل ان لوك شو لعب له الكوره كده، او لين يورو لعب له الكوره كده، وانا في حد جاي يضغط على في ظهري دلوقتي حالا، الحل الوحيد اللي انا اقدر اعمله يا اما هلعبها على طول للباك الشمال بتاعي اللي هو دورجو، او لو انا على ناحيه اليمين الباك اليمين بتاعي اللي هو دالوت، او هقوم مرجعها تاني لنفس السنتر باك اللي مديني الكوره، وانا كده ما عملتش اي حاجه. هو ما يقدرش ان هو بالكوره يلف ويلعب لقدام. اذا انت ممكن تقترح عليا حاجه ثانيه، هو ان خلاص نرجع ديليخت هو اللي ورا، ونخلي لوك شو او لين يورو هم اللي يطلعوا لنص الملعب، وهم اللي يلعبوا كنص ملعب ثالث مع برونو وكاسيميرو، او في الحاله دي برونو وماينو. اقول لك مشكلتها ان ديليخت برضو في الناحيه اللي هو من تحت بقى، وهو معاه وقت بالكوره افضل بكل تاكيد، مكان افضل ليه، ولكن لوك شو ولين يورو افضل في حته الباسنج اللي يقدر ان هو يقطع بيها لعيبه، او الضغط بتاعه عموما، او ضغط الفرقه اللي بتلعبك يعني. وعلى الجانب الثاني لوك شو نفسه ولين يورو ايا كان مين فيهم اللي هيطلع قدام برضو مش مميز قوي فيها يعني. فعشان كده انت بتفضل لا خليني مع لوك شو ولين يورو تحت، لان هم افضل في حته ان هو يبروجريس بالكوره. فده معناها ان ديليخت ده يا اما تجيب سنتر باك ثالث بيعرف ان هو يطلع لقدام، حاجه مثلا شبه لو عايز نبسط لك الدنيا يعني ستونز مع السيتي. ستونز قدر ان هو يتطور فيها قوي 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 مع جوارديولا، رغم ان هو طول عمره بيلعب سنتر باك، ولكن عنده حته ان هو يستلم الكره تحت ضغط ويحول اللعب اليمين للشمال لقدام، يقدر يعملها. او الحل الثاني اللي انت نوعا ما ممكن تعمله، ولو ان انا ما حبذوش قوي الصراحه، هو ان لين يورو هو اللي يفتح على ناحيه اليمين، ديليخت يفضل هو سنتر باك مع لوك شو، واللي يدخل نص الملعب مع ماينو ويساعده
يبقى دالوت او يبقى دورجو او يبقى اماد ديالو، ايا كان مين اللي بيلعب ساعتها فول باك، يبقى بس في مرحله ان احنا بنطلع بالكره لقدام دي، ده الترانزيشن اللي يحصل لغايه لما نقدم الكوره، وبعد كده كل واحد يرجع مكانه عادي جدا. اماد ديالو مثلا لو هو اللي بيلعب يفتح تاني على الوينج، ليني يورو يدخل في نص الملعب، ويبقى الثلاثه السنتر باكس موجودين هم ليني يورو دي ليخت ولوك شو، واللي مأمنهم في الناحيه اللي ورا دي هو ماينو وبرونو يعني. بس مشكله الحركه دي هو ان انت في التحولات ما عندكش دستروير، يعني ولا ماينو ولا برونو يقدروا ان هم يقطعوا الكوره بشكل كويس جدا. عشان كده انا بقدر قوي 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 في تشيلسي لعيب زي كايسيدو، لعيب مفيد جدا في حته البناء بتاعك، بيقدر ان هو يطلع لك الكوره بشكل كويس، وفي نفس الوقت لو انت بتهاجم ومعاك الكوره وخلاص انت ضاغط الفرقه اللي قدامك، لما يجي يتعمل عليك اي كاونتر اتاك هو دستروير مميز جدا، يقدر ان هو يقطع معظم الهجمات اللي بتروح عليك. وعشان كده وداعا للسخريه يعني كان يستاهل الرقم اللي يدفع فيه. فمن الاخر كده يا اما تلعب ماينو وبرونو، يا اما لو انت يعني مش حابب برونو وعايز تشيله من الفرقه لازم تجيب حد زي كايسيدو كده، تدور عليه بقى في الدنيا في الكوكب، حاول انت تجيبه. عشان كده اعتقد ان هم كانوا عايزين يروحوا يجيبوا باليبا، مش عارف لو باليبا برده في المستوى ده ولا لا، بس يعني برده اكيد هيساعد السيستم ده بشكل كبير. واهم بقى من كل التاكتكس دي مع كامل احترامي، انت محتاج شويه توفيق. من غير التوفيق كل ده مش هيحصل، عمرك ما هتستفيد اي حاجه من الكلام ده. وانا بصراحه ما اكذبش عليكم، انا حاسس ان مانشستر يونايتد مش موفق خالص في اخر كام سنه. يعني النادي فيه مشاكل، في لعيبه كتير بتدلع، برضه احيانا مدربين عملوا اخطاء بما فيهم اموريم نفسه، مش هقول لك ان اموريم يعني بيرفكت، ولكن ذوق. يعني ادينا شويه حظ يا دنيا، بشويه توفيق نكسب ماتش ما نستحقوش، نكسب التاني التالت، ترجع الثقه، الجماهير تقف ورا النادي تاني، الجماهير تحب المدرب يبدا يشم نفسه، طب والله ممكن نجيب لعيب كذا، طب بتاعه، والدنيا تمشي. لكن طول ما هي مضلمه كده سبحان الله. ما علينا، ده كان كل الكلام اللي عندي على مانشستر يونايتد، وليه انا شايف ان اموريم ينفع يكمل في النادي، وهيكون يعني بشويه توفيق يقدر ان هو يرجع مانشستر يونايتد تاني على الاقل في المنافسه في الواجهه يعني. وفي الاول في الاخر انا بحب الراجل ده وبحب كل المدربين الشباب، فهتلاقيني دايما بدافع عنهم ودايما انا متعاطف معاهم، ودايما بشوف ان مفيش حاجه اسمها مدرب وحش وخلاص، لا اكيد في عنده افكار، تعال نفكر هو بيفكر ازاي وبعد كده نحكم هل دي احسن فكره ولا لا. ولكن مفيش حاجه اسمها مدرب بيلعب في التوب ليفل او بيدرب في التوب ليفل ده مدرب حمار، ده مدرب ملوش فيها، يعني مفيش حاجه اسمها كده لو سمحتوا. بس كده، شكرا جدا جدا للمتابعه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الحلقه اللي جايه، كان معاكم عمر حسين، سلام.